سيتي اتفضحوا واليونايتد اتفكوا، تشيلسي هرس والسبيرز قلبوا الطاوله. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ان شاء الله كله كويس. انا ايمن مجدي ودي حلقه جديده من الحته الانجليزي. النهارده هنتكلم عن الجوله الثانيه في الدوري الانجليزي. حلقه النهارده دسمه ومليانه تاكتكس. هنتكلم عن السقوط التكتيكي لمانشستر سيتي قدام توتنهام، وهنحلل الافكار الهجوميه لتشيلسي قدام ويست هام، وهنكشف ثغرات يونايتد اللي لسه بتتكرر. فحضر قهوتك وشايك الجميل ويلا بينا نبدا. هنبدا بتوتنهام. توماس فرانك مكسب كبير في الاتحاد 2-0 وقدم مباراة تكتيكية عظيمة. يلا بينا نبدأ التفاصيل. توماس فرانك دخل بخطة ضغط مان تو مان عنيفة جدا، وفي نفس الوقت حافظ على الميديان بلوك الكومباكت في اوقات كتير. كمان كان عنده جراءة ان يستدرج السيتي للضغط عليه ويبني اللعب من اماكن عميقة جدا. توتنهام كانوا مرتاحين جدا وهم بيلعبوا بشكل كومباكت 4-4-2 في لحظات اللعب المستقرة. في الشوط الثاني اوقات الخطوط نزلت اعمق، لكن بشكل عام فضلوا ب 4-4-2 اوقات كتير جدا. فكره ان هم كانوا يفضلوا متماسكين وكومباكت ويختاروا الوقت اللي هيطلعوا فيه للضغط مان تو مان بشكل عنيف جدا. لما توتنهام كانوا بيقرروا في ضربات المرمى للسيتي ان هم يطلعوا بشكل مان تو مان، كانوا متاكدين ان هم هيوجهوا اللعب في ناحيه واحده ويقطعوا اي اوبشن للباص. فان دي فين لقى نفسه بيتحول لوينج ليفت وهو بيضغط عالي. في نفس الوقت سبينس كان بيمشي ورا ريكو لويس زي ضله لحد نص الملعب. مره ثانيه توتنهام بيطلعوا مان تو مان وبيحاولوا يوجهوا اللعب لناحيه واحده في الملعب. لو السيتي عرف يدور اللعب وغير الاتجاه، توتنهام كان عندهم الطاقه ان هم يكملوا ضغط عالي ويجبروا السيتي يروح للناحيه الثانيه. اسماء زي بالينيا، بنتنكور وصار كانوا مرعبين في الشراسه والحده اللي لعبوا بيها. اللي بهرني كمان النيه اللي فضلت موجوده في الشوط الثاني حتى وهم متقدمين 2-0. بص على فان دي فين، اللي بيعمله هنا ان السيتي يبعد لاكبر مسافه ممكنه مع شويه ذكاء في ابطاء الريتم بالكوره. بداوا الشوط الثاني وهم عندهم استحواذ 61%. ايوه، في ملعب الاتحاد. كذا مره السيتي عرفوا يتخطوا ضغط توتنهام ولقوا شويه نجاح بالطريقه دي. ايه هي الطريقه؟ انهم يلعبوا مباشر على هالاند وياخدوا الكره الثانيه، وبعد كده يهاجموا خط دفاع سبيرز. بالمناسبه إيدرسون كان هيبقى مثالي للسيتي في مواقف زي دي، بس المشكله ان هم ما عملوش ده بالقدر الكافي. تعالوا ندخل على الاجوان. جول توتنهام الاول، السبيرز كانوا واثقين جدا تحت الضغط، ما كانش عندهم مشكله يلعبوا تحت ضغط السيتي ويستدرجوهم يطلعوا لفوق. وهنا بورو بيلعب كره طويله بيكسبوا الكره الثانيه ويكسروا مصيده التسلل. جونسون بدا يعمل الجري في البلايند سايد في ظهر ريكو لويس، ودي حاجه مشهور بيها مهاجمين توماس فرانك. الجول الثاني شارلسون بيبدا ضغط بكيرف عشان يقفل زاويه الباص على روبن دياز. باقي اللعيبه شغالين مان تو مان على لعيبه السيتي، وده معناه ان ترافورد ما عندوش غير خيارين، يا باص لستونز يا باص لنيكو جونزاليز. صار كان واقف عالي ومستني يقطع الكوره، وبالينيا كمان كان مقرب منه لانه اصلا متمركز عالي. وبص كمان هنا فان دي فين ورا شيركي على حدود ال 18 عشان يكمل ضغط. لقطه ثانيه عايز اتكلم عليها، ان واحده من اهم المميزات ان يبقى عندك باك شمال بيلعب برجله العكسيه، انه ساعتها بيقدر يصطاد الخصم ويجذبه ناحيته وبعد كده يلف الكوره على الخط الامامي، وده اللي شفناه بوضوح. سبينس، ريتشارلسون، جونسون. الثيرد مان باترن شغاله زي ما الكتاب بيقول. وانا الحقيقه بقالي فتره كبيره فان لتوماس فرانك. الراجل بيبين قدره رهيبه ازاي يخلي فريقه متماسك وهو مضغوط، سواء بيلعب ببلوك عالي او متوسط او منخفض. وكمان بيوري انه يقدر يخلي فريقه قادر على الضغط مان تو مان بطريقه عظيمه، وفي نفس الوقت يطلع بالكره من تحت اي ضغط. رائع فعلا. كده احنا خلصنا توتنهام، نبدا نروح للفريق الخسران مانشستر سيتي. من اول دقيقه جوارديولا كان عايز يسيطر على نص الملعب باي ثمن. سيتي دخل بخطه 3-3-1-3 عشان يستدرجوا توتنهام يضغطوا ويخلقوا تفوق عددي ب7 ضد 6. لكن اللي حصل كان العكس. الخطه دي نفسها فضحت عيوب السيتي. الخطه دي سمحت ان وينجات السيتي تتعزل 1 ضد 1 ضد باكات توتنهام عشان يستقبلوا كور طويله في ظهرهم. لكن سبيرز قرر زي ما قلنا انه يلعب مان تو مان من اول ضربه المرمى ونجحوا جدا. سيتي حاول يدور الكوره من اليمين للشمال، لكن في الاخر وصلوا لحل وحيد، الكور الطويله، عشان يهربوا من الضغط. النتيجه ان سبيرز عرف يعمل 7 تحولات في مناطق عاليه على السيتي باستحواذ 39% بس. واحده من ال7 كور دول خلقت جول مباشر من غلطه كارثيه لترافورد. ريتشارلسون جرب كيرف عشان يقفل على روبن دياز، واوسكار بوب هنا بيشاور على الباص الامن لستونز، لكن ترافورد فتح جسمه وعمل باص في القلب بشكل متوقع جدا. صار قراها وقطع الباص والكره وصلت لبالينها اللي حط الجون الثاني. بالمناسبه توقيت الجون الثاني لتوتنهام كان مثالي بالنسبه لهم،
وكارثي على السيتي. اول ما السيتي كان بيدخل التلت الاخير حاولوا يعملوا اوفرلود ب6 لعيبه في العمق، لكن مفيش فايده. توتنهام فضل كومباكت جدا. نبص على الاحصائيه دي وتوضح لك تمريرات السيتي الكارثيه. مفيش ولا اختراق لبلوك توتنهام الدفاعي، كله استحواذ حوالين البلوك بس، ما قدروش يخترقوا البلوك ولا مره. تعاقدات زي رايندرز او شيركي كانت بتبين ان بيب عايز فريقه يبقى هجومي اكتر، بس المشكله ان الاثنين دول ما عندهمش اي شغل دفاعي، غير ان ريكو لويس كان نقطه ضعف واضحه في 1 ضد 1. توتنهام كسر الضغط كذا مره خصوصا مع نيكو جونزاليس الضعيف، والمرتدات دي كانت تقدر تقتل السيتي اكتر من مره. بعد ما توتنهام اتقدم 2-0 قللوا المرتدات، بس اي فريق تاني كان هيعاقب السيتي اكتر بكتير. حتى في ضربات المرمى بيب حاول يبتكر. شوفوا اللقطه دي، هالاند نزل تحت يستدرج روميرو ويفضي المساحه بين الخطوط، ترافورد لعبها في المساحه دي، مرموش بدا يجري عشان الكره الثانيه، هالاند لمسها فعلا لكن بورو رجعها للحارس، مرموش قطعها وسدد من زاويه صعبه، كره عدت جنب القائم. دي لقطه بتبين لك ان في افكار لكن التنفيذ فشل. الخلاصه ان جوارديولا نزل بتشكيل هجومي جدا، بوب وهالاند ومرموش ورايندرز وشيركي وكمان ريكو لويس، فده ضحى بالتوازن الدفاعي وبيب دفع الثمن. سؤال ليكم، هل بيب هيعرف يلاقي الحل ضد البلوك الدفاعي ولا فعلا الفرق لقت الشفره لايقاف مانشستر سيتي؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. من السيتي هنروح لتشيلسي، الفريق اللي لقى الحلول الهجوميه بطريقه كويسه جدا رغم البدايه السيئه في اول اسبوع قدام كريستال بالاس والتعادل في ستانفورد بريدج 0-0. تشيلسي رد بسرعه وعمل رومنتادا قويه جدا وعرف يكسب ويست هام بخماسيه. زي ما كنا متوقعين تشيلسي عرف يسيطر على الاستحواذ من البدايه، فمن الطبيعي نبدا نحلل شكلهم قدام البلوك الدفاعي لويست هام. ويست هام لعب بطريقه قريبه من كريستال بالاس 5-2-3 لكن باداء اقل. اجوارد وتوديبو قلبين الدفاع اللي على الطرف كانوا بيطلعوا يضغطوا على لعيبه تشيلسي في الهاف سبيس، والثلاثه اللي قدام بيضغطوا على ثلاثي البناء في تشيلسي حافظ على 3-1-6 المعتاده، لكن كان في فرقين عن مباراه كريستال بالاس. كوكاريلا لعب قلب دفاع ثالث ناحيه الشمال، وجوستو مسك ناحيه اليمين على الخط من فوق. كمان ما كانش فيه رقم 10 لغياب بالمر، لكن لعبوا ببيدرو وديلاب زي ما كنت بسأل الاسبوع اللي فات. وقت ما تشيلسي كان بيرجع بالكرة ورا عشان يسحب بلوك ويست هام لقدام، فعلا ويست هام تنظيمهم الدفاعي كان بيتفك والمساحات بتظهر في نص الملعب. وورد براوس وسويتشيك كانوا بيراقبوا كايسيدو وجواو بيدرو اللي كان بيسقط تحت، وفي نفس الوقت زي ما قلنا القلوب الجانبيه كانت بتضغط على اي لاعب بيظهر في الهاف سبيس، ده كان بيفتح مساحه لضرب العمق، كور طويله وسريعه. ديلاب استغل ده في كذا موقف خاصه لما يكون 1 ضد 1 قدام كيلمان. الفرق الوحيد ان كريستال بالاس كانوا منظمين اكتر. الغريب بقى ان بعد كل العيوب دي في ضغط ويست هام الا انهم عرفوا يضغطوا عالي ويقطعوا الكوره بعد 5 دقايق بس، وعرفوا يسجلوا هدف عالمي. الضغط اشتغل وعرفوا يقطعوا الكوره من ستيفاو، وهنا ستيفاو لو كان رجع الكوره لتشالوبا وتشيلسي قلب الناحيه الثانيه كان ويست هام هيقع في مشكله. وبرده كايسيدو ما كانش ينفع يسيب باكيتا يستلم براحته ويسدد. بوتر بعد الهدف وقع في مشكله كبيره قوي اسمها السلبيه، الضغط وقف، الفريق بدا يتراجع رغم ان التحولات كانت شغاله. تشيلسي بدا يتقدم وقلوب دفاعهم بداوا ياخدوا مراكز هجوميه، وتشيلسي حاصر ويست هام وبدا يعتمد على العرضيات بشكل كبير، 4 أو 5 لعيبه جوه ال 18. في الدقيقه 14 فرصه خطيره جدا بس ديوف عرف يطلعها الكورنر، ومن الركنيه نيتو لعبها على القائم الاول، كوكاريلا لمسها وجواو بيدرو حطها في الجول 1-1. لما ويست هام كان معاهم الكوره كانوا بيتحولوا ل 5-2-3، باكيتا كان بيتحرك في العمق وديوف بيزيد على الطرف، ماريسكا كان منظم الضغط كالتالي: الاجنحه بتضغط على القلوب الجانبيه، جواو بيدرو وانزو بيضغطوا على الستتين، وكايسيدو بيقفل على بوين، وتوسن وتشالوبا بيراقبوا فولكرج وباكيتا. بس لما فولكرج كان بيسقط بين الخطوط كان بيسحب المدافعين. شكل تشيلسي كان ساعات بيتحول ل 5-4-1 او 5-2-3، بس فولكرج ما كانش بيقدر يربط اللعب تحت الضغط، وده ظهر في الدقيقه 22 لما خسر الكره في المرتده. انزو قطعها وتشيلسي رد بهجمه سريعه، نيتو لعب عرضيه طويله والكره خرجت، لكن تشيلسي ضغط تاني على طول، ترجع الكره وسجل الهدف الثاني. وفي اللقطه المميزه دي تيفاو بيستلم بين الخطوط وبيعرف يلاقي ديلاب في الهاف سبيس، 1-2 مميز، تيفاو بالعرض وانزو جون. وبعدها الهدف الرابع والخامس اتسجل من كايسيدو وتشالوبا من اخطاء كارثيه في الكور الثابته. تشيلسي فضل يخلق فرص، وجواو بيدرو كان دايما هو اخطر نقطه، بيستلم بين الخطوط ويربط اللعب. ومع مرور الوقت تشيلسي بدا يسيب الاستحواذ، ومع التغييرات الريتم بدا يقل، وبعد الدقيقه 75
خلصت كل حاجه. تهام فقدوا الطاقه والدافع والماتش بقى خارج السيطره. من وجهه نظري تشيلسي ماريسكا ادار الاستحواذ بشكل كويس جدا والخطه اشتغلت، اللعيبه كانت في فورمه كويس، وجواو بيدرو رجل المباراه بالنسبه لي. نيتو كمان يستحق اشاده كبيره، واستيفاو مبشر جدا، بس مش عايز ابالغ دلوقتي. اول 3 نقط وبدايه مثاليه، والمحطه الجايه فولهام في ماتش صعب جدا. من تشيلسي هنروح لمانشستر يونايتد، وهنا عايز اتكلم على اموريم وفريقه قصاد فولهام وهما مش معاهم الكوره. ده كان شكل ضغط مانشستر يونايتد العالي في بدايه المباراه. اماد ديالو ودورجو بيطلعوا على الباكين، كازميرو تقدم مع كونيا وخدوا الستتين، برونو مع رقم 10 وباقي اللاعبين كانوا متوزعين 3 ضد 3. الضغط العالي ادى لتحول سريع، دورجو وماونت طلعوا بالكره بشكل ممتاز ووسعوا خط دفاع فولهام، وده فتح مساحه لكونيا انه يتحرك في ال 18 وسددها في القائم. بس مانشستر يونايتد اموريم لما نظم الفريق 5-2-3 ما ساعدش نفسه خالص قدام تحركات ايوبي اللي كان بيدخل في العمق ويعمل اوفرلود في العمق. والمشكله الاكبر ان قلوب دفاع مانشستر يونايتد ما بيطلعوش لفوق، ما كانوش بيطلعوا يقابلوا، والاظهره كانت دايما متثبته، وده فتح لفولهام طرق كتير جدا للعب في العمق وخلقوا زياده 4 ضد 3 بسهوله. كان في حلول، لكن اموريم ما كانش عايز يقلبها 4-4-2 او على الاقل يرجع كونيا ومبويمو في شكل 5-4-1 عشان يبقوا اقرب لبرونو وكازيميرو. المسافات بين لعيبه مانشستر كانت واسعه جدا، وده خلى لعيبه فولهام يستغلوا الموقف بشكل ذكي جدا. ايوبي دخل للعمق، الكلام ده عمل ارتباك لقلوب دفاع مانشستر يونايتد، يطلعوا يثبتوا طب مين هيستلم مين. وفي نفس الوقت الاظهره العكسيه بتاعت فولهام كانوا بيثبتوا اظهره اليونايتد في مكانهم، فبقى الدفاع مكشوف. على الناحيه الثانيه في مشكله ثانيه ظهرت في التنظيم. بص هنا لوك شو قلب الدفاع القريب من الكوره متثبت ومش قادر يطلع، طب مين هيضغط؟ مين يقابل اللعيب اللي بيستلم؟ مفيش حد، وده خلى المساحات تتفتح بسهوله. برضه لعيبه يونايتد ما كانوش بيرحلوا في الوقت الصح، فولهام استغلوا الزياده العدديه. ايوبي رفع عرضيه مثاليه وجابوا منها هدف التعادل، ولما لعيبه يونايتد قرروا يرحلوا كان الموقف خلص اساسا، كل حاجه متاخره. النتيجه اللي عايزين نوصل لها التركيبه اللي لعب بيها مانشستر يونايتد فيها خلل واضح قوي. لما يبقى في 3 بيضغطوا بشراسه و5 ثابتين ورا، يبقى النتيجه ان في 2 لعيبه وسط ملعب معزولين تماما ومكشوفين قدام اي تحرك او زياده عدديه من لعيبه فولهام. ناس كتير ممكن تشاور على قلوب دفاع مانشستر يونايتد ويقولوا هم دول السبب، لكن الحقيقه ماركو سيلفا كان عامل شغل عالي جدا. هو كان مذاكر مانشستر يونايتد وعارف نقط ضعفه كويس قوي، وفهم كويس قوي ان الفريق بيعاني لما قلوب الدفاع بيتثبتوا. سيلفا لعب عليها كويس قوي وعدل شويه تفاصيل صغيره خلى الماتش صعب قوي على منظومه اموريم. المحطه الجايه بيرنلي في الاولد ترافورد، وحقيقي مستني اموريم يجرب 4-2-3-1 لان اي حاجه غير المكسب هيبقى في موقف صعب قوي قوي قوي. وبكده نكون فصصنا اهم قصص الجوله، من الدرس التكتيكي لتوتنهام لبيب السيتي الغير متوازن لقوه تشيلسي الهجوميه ولحد ثغرات يونايتد اللي لسه مكشوفه. بس المطحنه التكتيكيه لسه ما خلصتش، استنوني يوم الجمعه عشان الجزء الثاني من تحليلنا هيبقى مهم جدا جدا. هنحلل ماتش ليفربول ونيوكاسل وارسنال وليدز، والاهم هنتكلم شويه على القمه المنتظره ارسنال وليفربول، وهنجهز للمعركه دي سوا. لو انت وصلت معايا لحد هنا فانا بشكرك جدا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وشير وانت ماشي عشان غيرك يستلم ويشوف. اشوفكم يوم الجمعه.